مرحبا حبايبي، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كتير ناس وبيأثر على حياتنا كلها، موضوع التسويف وكيف نوقفه نهائيا. أكيد كلنا مرقنا فيها اللحظة اللي بتقول فيها بعدين كتير، وتلاقي حالك عم تأجل من يوم ليوم وبتضيع فرص وأوقات كتير. بس اليوم رح نحكي عن كيف فينا نغير هالعادة خطوة بخطوة ونبلش نتحكم بوقتنا بدل ما الوقت يتحكم فينا. إذا جاهزين خلونا نبلش. ليش منسوف أصلا؟ هالسؤال مهم لأنه إذا ما عرفنا السبب ما فينا نلاقي الحل. التسويف مرات بيكون خوف من الفشل. لما تبلش تشتغل عقلك بيقلك شو إذا ما نجحت، وبيحاول يحميك بالهروب والتأجيل. مرات تانية بيكون عنا مهمة كبيرة ومعقدة فمنحاول نهرب منها لأنها بتخوفنا، أو يمكن منكون تعبانين ومحتاجين راحة بس ما عم نعرف كيف نرجع نتحفز. طب كيف نوقف التسويف؟ أول شي فكر بالمهمة كمجموعة مهام صغيرة. مثلا إذا بدك تكتب بحث كبير لا تفكر فيها ككل مرة، بس فيك تقسمه لفقرات صغيرة. أول يوم تكتب المقدمة، تاني يوم تكتب نقطة صغيرة، وهيك كل يوم خطوة صغيرة بتوصلك لهدف كبير. بتتذكر لما كنا نشتغل على مشروع بالمدرسة مثلا كنا نقسمه لأجزاء فصارت الأمور أسهل. هالشي نفسه بينطبق على الشغل والحياة. الطريقة الثانية ضبط الوقت بطريقة البومودورو. جرب تضبط المؤقت 25 دقيقة وتشتغل فيها بكل تركيز، بلا موبايل بلا مشتتات. بعدين خدلك 5 دقايق راحة، اعمل شي بتحبه، تمشى، اشرب قهوة، اسمع موسيقى. هالطريقة بتساعدك تبقى مركز وتبعد الملل وبتزيد إنتاجيتك بدون ما تحس بتعب. أنا عن نفسي من اليوم رح بلش بهاي الطريقة صدقا. ثالث طريقة، نظم مكانك، رتب مكتبك، نظف حواليك، خفف الضوضاء وخلي كل شي حواليك بسيط ومرتب. البيئة المرتبة بتساعد على التركيز وبتخليك تشتغل بكفاءة. رابعا اكتب قائمة مهام يومية. قبل ما تنام اكتب قائمة المهام اللي بدك تخلصها بكرة. لما تشوفها مكتوبة بتصير مسؤوليتك أوضح، وكل ما شطبت مهمة بتحس بنشوة إنجاز. خامسا والأهم، خليك إيجابي مع حالك، ما تلوم حالك إذا أخرت الشغل، بالعكس قول لنفسك رح جرب كون أفضل بكرة. كل خطوة صغيرة بتحسن وضعك. سادس شي، تذكر ليش عم تشتغل. رجع وفكر دائما بالهدف الكبير، شو بدك توصله، شو يلي بيخليك تستمر. لما يكون عندك دافع قوي التسويف بيصير أصعب عليك. طبعا في كمان تجرب تستخدم تطبيقات بتساعدك تتابع وقتك وتقلل التشتيت مثل فوكس كيبر أو الفورست. هدول مناسبين للطلاب اللي عندهم دراسة أو المشاريع، أو أي شخص عنده شغل على اللابتوب أو التابلت أو الموبايل، واللي عم بيعاني من التسويف أو من قلة التركيز لفترات طويلة. وكمان مناسبة للمستقلين، الكتاب، المبرمجين، وحتى الناس اللي عندهم مهام منزلية. أهم شي لا تحاول تكون كامل، كمالة الشغل أحيانا بتوقفك. ابدأ حتى لو ما كان كل شي جاهز، وشارك أهدافك مع شخص بتوثق فيه، هالشي بيزيد من إحساسك بالمسؤولية. حبايبي، التسويف مو عدوك، هو بس عائق لازم تتخطاه. بالتزامك بهالخطوات الصغيرة رح تبلش تحس بتغيير كبير، مو بس بشغلك حتى بحياتك الشخصية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. شاركوني بالتعليقات كيف كانت تجربتكم مع التسويف، وإذا عندكم نصائح كمان اكتبولي تحت.